السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس آخر من دروس الفرنسية بالدارجة. قدامنا واحد ليكزيرسيس نتعرفوا على بعض الكلمات عندهم نفس النطق ولكن المعنى مغاير الاستعمال ديالهم. عندنا compléter avec quand كتعني متى quand avec T ولا quand avec EN. دونك كون نفس النطق ولكن معنى مختلف، الاستعمال مختلف. ناخذ على سبيل المثال الجملة الأولى partez-vous. quand partez-vous متى تغادر لا متى تغادر quand partez-vous. دونك هنايا كون اللي غنستعمل هي هذه كنقصدو بها متى تغادرون، متى، حيث المعنى دائما كنشوف السياق ديال الجمله عاد تنعرف شنو غادي نستعمل في سميتو. كون بارتيفو متى تغادرون. اي فو باجاج كون فيتفو. اي فو باجاج كون فيتفو، و يعني معداتكم او امتعتكم ماذا سوف تفعلون بها. فو باجاج كون فيتفو. كون فيتفو هنايا في هذه الحاله هي كنستعملوا هاد الأخرى على اعتبار أن يعني هنايا دونك إيفو باجاج وأمتعتكم ماذا سوف تفعلون بها، لأن هنايا كتنوب على لي باجاج. إيفو باجاج كون فيتفو. Les enfants quant à eux iront en colonie. Les enfants quant à eux iront en colonie. دائما إلا عندنا préposition مادام عندنا préposition قدام دونك غنستعملو quand avec T في الآخر. donc les enfants quant à eux iront en colonie. بحال قلنا بالعربية كنقولو أما فيما يخص الأطفال فسوف يذهبون إلى كولونيا. مثلا les enfants quant à eux iront en colonie. هكذا كنكونو تسالينا هذا التمرين. تسناوني في التمرين اللاحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.